موضوعة خامت آل الإضراب الإعراد أما قبلها وان دران رجل ودا غالبا ترى يدو سنف خامتي في أغلب استعمالات وإلا فقد تجيء غافة غرين الفتي تكة لترك الشيء إلى الأهم وأنت كترجب دوتي فيسو وجهك النجم فللبدر يبتلى فل خيرجي بورجي مجيا شمسي بل البدر بل الشمس إلى الأهمية ومنهم قوله تعالى بل قالوا أضغاث أحلام برزو زمانات بل افتراه يس برابا فتيوي بل وشاعر تدراسا بل ليسوا متي أحلام استعريت متسنر جبدو الترايب وهم في كل واحدة من هذه المقالات مبتلون والمبتل رجاء يتلون ألوانا مبتل رجاء يهدون وهم الراديبيا ولا يتلون ألوانا أكل ما بر والمبتل رجاء يتلون ألوانا ولا يثبت على حالة واحدة إذا ما لطو مبتلات مبتل لك تتكلم رجاء تلون لا يثبت على حالة واحدة إذا كل يعرفون هايا وشرط العطف بها إفراد معطوفها شرط العطف بها ثلاثة الأول إفراد معطوفها معطوف نسيدا مفردته لون دينه يجب فإن وقعت في الجمل فهي حرف ابتداء لا عطفة يوم مفردته باتي جملة هي سترقمته وانت في ابتداء ينام لا عطف هذا جنون خلافا لابن مالك وين إذن تكون للإضراب الإبطالي إضرابا إبطالي يجو دوان إضرابا ليس يجو إعراض عما قبلها وجعله كالمسكوت عنه موجبا كان ما قبلها سنو غير موجب تو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون جي أما بل نكراتون تعت في سنيمتي يجو بل هم عباد مكرمون يجو في ابتداءاتي كافة جملة لما جدو جرتو مفرد الرد يقول سنتي التفت ملء كافة جملة لما جدو جرتو في ابتداءاتي بل والثاني لما فان أن تسبق بإيجاب أن تسبق دبر فم بإيجاب موجب عنجي كلام موجب ينجو أي كلام مثبت ينجو موجب ينجوني قام زيد جن أما مثبت هاون قيامة سبتشيني بل عامرون جنة هنو قام زيد دابت بل عامرون مال زيدي متي أمري دابت يجو جالك جل أكمل نمك قام عامرون جيت جال أولا كالمسكوت عنه إيه أعرض عما قبله وجعله كالمسكوت عنه نقول كزمانو عطفي لك إيه عطفي حرف عطفي وإضراب جدا بل حرف عطفي وإضراب جدا بدل الخاتم فقط أنا بدل قام زيد عمرو نها قام زيد جي عمرو جي أكيد بدل جن بين جدو سنتو بدل الغلط إيه متجا حرف سن غلط أنا مسكوتا نون تاني خلاص مر دبته مير راو تالي أنا كم يوم مسكوتا نون قوة كم بين خات مخميت هايا أي أو أمر أو نفي أو نهي أمر إنه يضرب زيدا بالأمرن أو نفي ما قام زيد بالأمرون أنت سوق بإيجابا دبر فمو أو نفي تكا نفي دبر ما قام زيد بالأمرون قام زيد بالأمرون أو ناين يعني نهي دبر فمو لا تضرب زيدا بالأمرن لا بالصفة فلا تقول أضربت زيدا بالأمرن إنجان الصفة من انتو نهي ملي ومعناها بعد الأولين معنى قرتي سيدا بعد الأولين إيجا جرى لمن دراتي أمري في إيجابات يجو جرى لمن درا إيجاب وأمر نيدا الحكم صرف الحكم يكم يجيرو رجي عن المعطوف عليه إلى المعطوف معطوف عليه راغرا معطوف قفا يجيرو رجي ناو قام زيد بل أمر أي بل قام أمر كان قام زيد جد فصرفت الحكم بل أمر جد بل قام أمر جد ما كمان قام أمر جد تجي سيدا معطوف عليه الرأي غير معطوف غير قلت معطوف الرأي معطوف عليه غير قلت فصرف الحكم عن المعطوف عليه معطوف عليه قام زيد لها خانم جيجيره بل أمر أشتي جيجيرها بل قام أمر جيه والمعطوف عليه في حكم المسكوت حكم المعطوف عليه نكمان راو سميتي فكأنه لم يجري عليه حكم إلا بالقيام ولا بعدمه لا بالقيام ولا بعدمه
dhaabbatee dhabee kawaan hin jirre laala. والإخبار عنه بالقيام ابتداء لم يكن عن قصد خدراني سن لم يكن عن قصد قبل الإضراب لم يكن عن قصد فلهذا بل صرف وقعت قصدي لأن نرقم نجيو ولهذا صرف عنه ببل بل وقع اتفاقا جيسا كان يجب مالكا لم يكن ذلك الإخبار عن قصد اتحادين نرقم بل وقع اتفاقا كلمة مجاوي جيجيو فلهذا صرف عنه ببل أجل عدم كون قصد صرف ذلك الإخبار عنه وحول إلى المعطوف ببل ومعناها بعد الأخيرين بل معناه بليسون بعد الأخيرين إيجاد خرطة لمن بوداتي تقرير حكم ما قبلها ما سبق فيما إذا سبق بنفي أو نهي خان تقرير حكم ما قبلها سبجي حكم ما نسندراتي ترك حكم ما قبلها على حاله إثباتا كان أو نفي أكما جران جرو ديسو تجيبو على مسارتي تقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها تقرير يجون على ترك حكم ما قبلها حكم ما نسندرا ديسو على حاله يجون إثباتا كان أو نفي بلا صرف عنه يجون سبجي سكو جرو تقرروا وإثبات نقيضه فالله سبجي سودا لما بعدها ونسبودات نعم ما قام زيد بل أمر ما قام زيد وان دابني فنفعل القيامة بل قام أمر وزيد منفي عنه القيامة وأجاز المبرد محمد بن يزيد عبد الأكبر أبو العباس المبردين إمام العربية ببغداد في زمانه كان فصيحا بليغا مفوها ثقة خباريا علامة جوزا أبو العباس المبردين ما هذا حكم ما قبلها وإثبات نقيض لما بعدها خنا وجين صرف حكم ما قبلها إلى ما بعدها حكم أن تشدرا غرغلشو إلى ما بعدها غران سيبوداتها والمعطوف عليه كأنه مسكوت عنه معطوف علينا كمان الراو سميتي وعلى قوله نحو ما زيد قائما بل قاعدا ما زيد قائما بل قاعدا جتشم مذهب على معنى ما هو قاعدا ما هو قاعدا جتشم مسكوتا هنا الرانا فياني وننا فيتك كنجرتو واستعمال العرب على خلاف ما أجازه واستعمال العرب كاتا نرم ندلغتشو جرمو وانا نبقى استنام فالله دائني ورعجم يبوي مبرد جميع سكسن مبردي سجمي ولكن موضوعة للاستراك لكن بالسكون قيدنا بذلك إدرازنا مفتوحة مع التشديد لكن ينجي السكون عدان موضوعة للاستدراك استدراك أو خامتي يجي تنما ينجي الرائفة لكن الرائفة فإنها سبقت في النواسخ تعمل عمل إنا دليدي أتفي دامي تسوني لكن عمل إنا دليدي تنمو أرفيات فيتي وهي موضوعة للاستدراك في أصلها وإلا فهو قبل أصلتي استدراكا فيه وإلا مو أتفي لالهم موضوعة للدلالة على تقرير حكم قبل إثبات نقيضه لما بعده لا تدريب زيد لكن أمرا جيتشما بل أمرا كون مجيتي وشرط العطف بها إفراد معطوفها ووقوعها بعد نفي ونهي شرط نطفي ثلاثة إفراد معطوفها ووقوعها بعد نفي تاكا أو نهي وعدم اقترانها بالواو وهي كبل إذن قبل يتجد بعدهما في أنها إفراد معطوفها تاكا وقوعها بعد نفي لما أو نهي وعدم اقترانها بالواو سدين كان وهي قبل بعدهما في أنها وهي مثل بل مطلوبها بعدهما إيغانا في نهايتي في أنها لكن انتو غيزت تقرير حكم مطلوبها حكم وان سيدرا وتثبت نقيده لتاليها هذه افتيا كجسين جرتتي وتثبت نقيدها لتاليها نكفال لاسي وان سيبوداتي سبچي سو ما مررت برجل صالح لكن طالح ما مررت برجل صالح غربا صالح برند برجه لكن مررت برجل طالح جچودا والطالح والفاسد غربا بدايه چودا فهي وقعت بعد ايجاب او امر يرقم بعد ايجاب جاء زيت لكن ابوك لكن ابوك او ثلاث واو او وقعت بعد امر ناو دريم زيد لكن امرا او ثلاث واو تك قام زيد ولكن امر انت او ثلاثها جمله كقوله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين سن او ثلاثها جمله تك زيد قائم لكن امر جالس جته ولا جملة أنت لكن
فهي حرف أو ثلاثة كايست أنت جملة جملة يجو زيد قائم يت لكن أمر جالس أمر جالس جملة مي لكن التاني يجو فهي لكن حرف ابتداء حرف للاستدراك ابتداء واستدراك حرف ابتداء باستدراكات يقدر لما بعد ما يتم بالكلام غيره من غيره يجو ابتداء سبود مبتدا خبر أركم إيه حرف ابتداء كل إن تم مبتدا نسيم بودار كم مبتدا خبري ولا موضوعة قول الشارع حرف ابتداء لا استدراك يجون تعريف من وحرف ابتداء لا استدراك جيزة للاستدراك حرف ابتداء أي تعريف من النسخ والصواب ما ذكرنا حرف ابتداء واستدراك يجون حرف ابتداء وحرف استدراكات حرف ابتداء الاستدراك يجون حرف ابتداء استدراكات يجون ولا لا موضوع لنبي الحكم الثابت للمعطوف عليه للدلالة على نفي الحكم الثابت حكم ثبتات نفيه ولا في المعطوف عليه معطوف عليه أما بعدها وانا سيبودات الرغرته وقصره على المعطوف عليه معطوف عليه الرغباسو في إذ لا يطف بها إلا بعد إيجاب سلام يا إيجابات ملين دفتم أمري آتو نداء آتو ونص عليه من شام في الأوضة وغيره مثال الإيجاب أنه جاء زيد لا أمر فالمجيء ثابت لزيد منفي عن أمر مجيء زيد ثبت على أمر لا فما عليه أو أمر ناه اضرب زيدا لا عمرا اضرب زيدا يا اضرب زيدا الضرب ثابت لزيد يجو وانا ما منفي عن أمر أو نداء ناه يا ابن أخي لا ابن عمي كسر مانتنا جوا ومحل العطف بها ما إذا لم تقترن بعاطف أكنا جين قوي أو نداء أو إلا بعد نداء ملنا القمت ناو يا ابن أخي لا ابن أمي لا ابن عمي يا ابن أخي يا المب ليس هي لا ابن عمي خل ما ديران تين وللعطف بها شروط أربعة الأول إفراد معطوفها والثاني أن تسبق بإيجاب وأمر أو نداء والثالث أن لا يصدق أحد متعاطفها على الآخر فلا يقال جاءني رجل لا زيد لأن زيد يصدق عليه أنه رجل خننتهم الله يصدق أحد على الآخر جاءني رجل لا زيد زيد متي أكن فائدة تكن قبضهم جاءني رجل لا زيد ما له فائدة سا رجل زيد في فور رجل آخر ستيبيا وام تعاند قبا ولا رد تفهم زيد لا امر نقول زيد في امر يدد رجل ما غزت اللي ولا شر كان ذاتنا يعني رجل لا زيد نقول فائده ما لك يعني زيد لا رجل يت فائده كو يعني زيد لا رجل يعني رجل لا زيد فائده كان كو لان زيد يصدق عليه انه رجل ورجل يصدق عليه انه زيد بود ما انت افتمالها عينه ما بيبلي ما لفاتان قبل قربانا دفن زيدي متيبسي والرابع يعني جاني رجل ندفه لا زيد زيدي متي هذا كاكا سنتين بسجل رجال أبلون سما زيدي متي قالوا خبروا تكو ندفه جنتو لا يصدق أحد متعاطفها ولا رد قومها الرجل زيد الزيد رجل يجون الدندام وانا لا رد زيد امر يجون انتاتهم حكنا خناتا ملك كسيفا ولا كيس عاوزين عندنا رجل زيد رجل انت ومحل العطف والرابع عدم اقترانها بعاطف حرف عطف التيوني في انداجره ركو انت وكسي فبالو لا تفي بها ما اذا لم تقترن بعاطف فإن اقترنت به جاء زيد لا بل امر جاء زيد لا امر سلايتامي لا بل امر انتاني وقعت فالعاطف مالت حتى في بل الامل بل ولا فالعاطف بل ولا رد لما قبلها وليس ونفي لما قبلها هو مجيء زيد جاء زيد لا بل امر جاء زيد لا لم يجي بل امر كستادي مالك انتهت وليست لا عاطفة بل العاطفة وما جاء زيد إلا أبوه فلا بتوكيد النفي ما جاء زيد النفني ولا أبوه أبان صالح النفني أقول الله توكيد تعدي ملي عاطفة انتهت والواو إنما هي عاطفة
أيانا باب التوكيد ويقال له التأكيد وهو مصدر بمعنى المؤكد باب التوكيد باب توكيداتي توكيد يجون تأكيد اسمه توكيد اسمه يعني وهو أكد بمعنى يوكد توكيد القرآن وين جرا تأكيد نت ألف التين اللي قام ترى ما جرت لغاني ولكنه بالواو أفسر به جاء القرآن آية والتوكيد لغة التقوية والتشديد طلع كقوله تعالى بعد توكيدها أجي رب بعد تقويتها بذكر اسم الله تعالى وصفته وسلام. وعرفه ابن مالك في شرح الكافية بأنه تابع يقصد به كون المطبوع على ظاهره كما يجور ما جت وعرفه ابن مالك أدد القودين سا تعريف عن سين اللي يا والتوكيد درباني تقول التوكيد دربان لفظي ومعنوي جنس لا تكتكون قودا مره أما إني والله ما قلت التسين إنشو سمبوت التيمشرم والتوكيد دربان التوكيد اللفظي منسوب إلى اللفظ ما يكتسي جيغاو نقول له التوكيد وعرفه ابن الكافي شري مالك ابن مالك كافي غيثت بأنه تابع يقصد به كون المطبوع على ظاهري يجوله تابعته كخت قصد المطبوعني على ظاهري أكو مجر سنتي جرمله مجاز الرافع أمنها ظاهر صار رجلاته إلهم يقصد بالمجاز يجور مجاز تقصد ابن يجور قصد مقصد تعبر والتوكيد دربان التوكيد اللفظي منسوب إلى اللفظ بحصوله من تكريره لفظ كيف معنى جوا من وصول التوكيد والتقوية من تكريره لفظ الدبي سودان جوا وتوكيد معنوي منسوب إلى المعنى لحصوله من ملاحظته لوصول يرجم ساتي من ملاحظتي من لغة معنى سنين باعتبار معنى سنين فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه فاللفظي لفظي بدأ به لأنه الأصل للجريان على في الكلمة الثلاث ولذا يقدم على المعنوي إذا اجتمع عاجي ويجري في كل لفظ لفظ ينتهي سيء حرفي في اسمه في فعله ينتهي ذلك كالأمثلة الآتية وبمرادف في غيثة اسمها موافق أسا غيثة اسم فجاجا سبلا جاء لأن معنى الفجاج والسبل واحد وإن اختلفا في اللفظ وإنما يكون عند إرادة المتكلم أن يدفع غفلة السامع وإنما يكون توكيد اللفظي عند إرادة المتكلم مكا متكلم فديت يا يدفع غفلة السامع دبون من كيفتويا أو ظنه بالمتكلم الغلطة أو يدفع ظنه ذني سادي بسوجي ظني سامع بالمتكلم الغلط متكلم غلطة تيجي إنما يكون عند إرادة المتكلم أن يدفع غفلة السامع أو يدفع ظن السامع بالمتكلم الغلطة سامعة متكلم غلط إسه نفسهني نفسه جين يا زيد نفسه جين وكان يجي متكلم دونغرياتي إيه وهو جار في كل لفظ هو جار في كل لفظ من أنواع اسما كان وفيلا أو حرفا واقع في كل نوع من أنواع الكلام سواء كان اسما أو مربا جاء زيد زيد جتا أو اسما مبنيا ضربت هذا يتا أو مركبا إضافيا جاء عبد الله جاء عبد الله يتا أو مزيجا رأيت بعلى بك يتا أو فعلا خاليا عن الفاعل تكافي لي فاعل لا قل لا كقول الشاعر لا نسبة يكون فإن إلهي النجاة ببغلتي أتاك الله يكون بسي ومعنى فاعل ومع فاعله المضمر أتاك يخنو أين إلى أين فأين إلى أين النجاة أتاك يخنو فيلي لها خاليا من فاعله الله يكون يخنو أتاك الله يكون أتاك الله مدى توكيدها وفي لما فاعله المضمر احبس فيلي فاعل والاتدمار أو حرف الناو قوله لا أبوه بحب بثته أو كان اللفظ مع حرفيته كقول جميل بس كقول جميل ببسنته كجميل بسنة أنجي من الكامل لا أبوه ببسنة إنها أخذت لي مواسك ووهودا لا أبوه لا أبوه لا أبوه لا أبوه لا أنت كتوكيد يجو لا أبوه يجو ممراني لكتي أنا فجأة سجي مل سجي بحب بسنة جالا لبسنا إنها أخذت علي مواسكا
أدي جبتنا قوته وهودا إربنا قوته أنت يا جلال سيمو لسجنامتني من نانجتي ولا فرق في اللفظ المكرر بين أن يكون مفردا كما تقدم أو مركبا إضافيا أو مزجيا والأكثر اقتران الجملة المكررة للتوكيد اسمية كانت بالعاطف كلا سيعملون ثم كلا سي ما جيت جبت ساتنا جلا ولا فرق درو خلاص جنة لا حرفي في اسمي في لي توقيت أمي فتح. ولا فرق في اللفظ المكرر بين ولا فرق غير سنجل لفظي كرر مخانا توكيد اللفظي في أو بين أن يكون مفردا توكيد اللفظي غير ست جتشور أو مركبا إضافيا أو مزجيا مركب إضافي تو مسجي تو أو جملة اسمية أو فعلية جملة اسمية فعليات والأكثر اقترانها بالعاطف دارك مركبا إضافي جاء عبد الله خنها مسجي بالا بك يجورا اسميان زيد قائم فعليان احبس على ما قاله السجاعي والأكثر اقترانها بالعاطف كلام ثاني غير اقترانها جملة مكرران تنقندا والآية توكيد عرفتتن اسميات اتو فعليات اتو عاطفتي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كنولان اقترانها قنداو سيتي اينيتي كان يو جملة توكيدات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون توكيد للأول يعني وقد يتعين تركه إذا توهمت تعدده حقو الدماغون خبيرة متاتي ديسون غرتي هنا يا نحو ضربت زيدا لك الله ولا ذاك لك الله أيام لست أقلاه ولا في البرود أنساه لك الله على ذاك لك الله جيتي تكرار قد يجودا مالف لكن الجملة الاسمية الأكثر فيها عدم اقترانها بعاطف لما قلت ودن دي أجيك والأكثر اقترانها بالعاطف جنة أكثر لي عاطفك إنداه آجي اسميات عطس فعليات عطس تجوزات ميري لكن الجملة الاسمية الأكثر فيها عدم اقترانها بعاطف اسميات عطف لك الله على ذاك لك الله ولك الله ويجي أنت طالق هنا كانت تسنجرت أنت طالق ينجرو إذا قصد بالثانية دو الثالثة التوكيد نيجا دابر لما أولي نزني سهيخ يا أما ما يقطعت أنت نمدراني سنين جبيس نيجي يجتشو دنده لكن أنت كتكتين نيجي متمتت هوكسن سدي ترجمت يوم سهيخ قول يوزن تنمدراني سن جبيس جرات تكمل قفتات يوم متمتت تأسيسا التنين دلت أكيد يجي طلقت ثلاثة إذا قصد بالثانية والثالثة توكيد فلا جائز أن يكون خبريتين لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية والجملة الأولى إنشائية فلا تؤكد الإنشائية بالخبر تؤكد الإنشائية بالخبرية الاختلاف معنا سدي بكتاkan kita asal ini dia kajo أنت تعلق إذا قصد بالثانية والثالثة توكيد فلا جائز أن يكون خبريتين تاتو لجوت خبر أنت تعلق خبريتين لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية كلامي والجملة الأولى إنشائية فلا تؤكد الإنشاء اختلاف لمعناهما وشرط التأكيد أن يكون من جنس الأول فيهما لإنشاء التوكيد ولا يقع بهما شيء وإنما تقع طلقة واحدة بالأولى وليستا لإنشاء الإيقاع لما فاف دفان وانا قبل وإنما تقع طلقة واحدة بالأولى وليستا لإنشاء الإيقاع أرقمسيس تنفذ إلا لا حصل بها طلقتان والتوكيد لا يكون فوق 3 مرات كما مر فإن إذن تاز أبي الرابعة تقع طلقة واحدة تفريس حرفنان سنس تخبات ثم إذا أتى بالسابعة تقع بها طلقة ثالثة لأنه لا يقبل منه قصد التأكيد في الرابعة والسابعة
لأن التأكيد لا يزيد ولا مرتين. وقول الفقهاء والمحدثين لو قال أنت طالق 100 مرة وقصد بكل مرة تأكيدا تقاو طلقة واحدة يجون غير صواب، لأن شرط التأكيد لا يزيد على مرتين كما هو قاعدة النحاة. تدبر قاعدة ورنا في فيديو تورها شريعة بس كجولة لو ما كسمامي نكان يرو تكاكيتي سدين دمودن دي على guyyaa kana guutuu itti ooles wanni takkuma taatii warrajuu jiraa jee anti xaaliqu 100 marrati waqasida bikulli marratin at-ta'kida taqaw talqata waahidan ta'kidu ma yuniyat ta'kidni taraa sadii jechin jiru maalichi booda mulqaadha takka tabirooti takka mulqaadha wa imma mulqa wa imma tabirooti kana yoo mulqa sanni maaf raadii sanni haya qila قيل وجريانه في كل لفظ قيل أنت بعد النوات جريان التوكيد اللفظي ياون في كل لفظ وكلمة مناف دبمسي سادا التعريف التابع قولهم تعريف جنس التابع جج ثاني في تعريف جنس التابع تابع عرفه غيثت بأنه كل ثان عرب إراب سابقه يوجد واحدة على كون إراب وإراب سابق من جهة واحدة الرفع ونصب وخفض وجزم نمره إلا يستثنى توكيد اللفظي خيساف الرابع سمله كل ثان عرب بإراب سابق توها من تعريفهم هذا لأنه يجري في الحروف والأفعال وسائر المبنيات جريانه في كل الكلمات مناف بهذا التعريف لعدم شمول هذا التعريف توكيد الفعل والحرف لأنهما لا يعربان يا كل ثان عرب أقول إعرابني في لي غيسا ويجري عليه في لي أمري غيسا في ماضي غيسا جرا حرف غيسا جرو مره ويجيب بأن المراد كل ثان عرب بإراب سابق وجود وعدم جتشورا فانتفى بذلك الاعتراض سنين اعتراض انتهى بالله جامع طوله. ثم التوكيد اللفظي ليس مكسورا على إعادة الأول بعينه. توكيد اللفظي مكسورا انتاني كبابتا انتاني على إعادة اللفظ لفظ مدراق هذه بسورة بل يكون أيضا تقوية الأول بموافقة له معنى دانيس لان سبولا انفجاجا لأن معنى الانفجاج توكيد اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه أو معناه يجي نملين دلائل إعادة اللفظ الأول بعينه أو معناه لأن معنى الفجاج والسبل واحد هو الطريق الوادي وإن اختلف السبل والفجاج لفظا قال الدماميني جي محمد بن عمرو بن بكر سن أو بموافقة له في الزنا الرزق كندري من نسرة بجانب بايدوغا أو يكون أيضا بموافقة له في الزنا أو يكون أيضا تقوية الأول بموافقة له في الزنا وزن غيثته يحصل به موافقة سنين خارقم مع التقوية له بالتكرار تزيين اللفظ وإن لم يكن له في حال الإفراد معنى حال مفرد غيثت معنى معلوم في الخارج اللي قواتشبات فكينا هنا حسن بصن شيطان ليطان عفريت تفريت عفريت نفريت مكينا حسن بصن خمال موافق له في الزنا لفظ يحصل به موافقاتنا مع التقوية تزيين اللفظ وإن لم يكن له في حال الإفراد معنى قبط مو معنى لأنك معلوم في الخارج بسن معنى معلوم في الخارج تلك أبوها إفرادا بسن بينه حسن بسن نقول إن حسن بسن يجون بريد أيجون أكو كنا بكرة كاجير شيطان ليطان كونيس حمال شيطان بدأ يجون شيطان يجون حقوق بعدا جاء ليطان يتمم بكم يجو وإن لم يكن له في حالة الإفراد معنى على مفردات اللي صار خنجر يجو أتوه خنافو توكيد اللفظيين إعادة اللفظ الأول بعينه يجو قفت نصره أو معنى ونقول تبير كن راد أبي قرته وزن اللي هو يقولون دركم إعادة اللفظ الأول بعينه يجو قفت نصره من يجو ها بعينه أو بمرادفه إعادة اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه جنات القصة والتوكيد المعنوي وهو تابع يقرر أمر المطبوع في توكيد المعنوي تابع يقرر أمر مطبوع أمر مطبوع في النسبة نسبة غيثت تكاشمون غيثت وله ألفاظ معلومة تحفظ ولا يقاس عليها ألفاظ أخرى
في نسبة الحكم إليه بأن يرفع توهم الإسناد إلى غيره ذلك بأن يكون في النفس عليه النفس بين جاء زيد النفس عينه يد ودوزا سنقف الرد أبت لا احتمال أن الجاي خبره أو متاعه أو رسوله أو كتابه تا كمتي جاء زيد جنان كتابه تومل متاعه تومل متى أجين دو وزير مشاسات فيها والنسر الرعاها مجاز ينتني التوكيد ينفي المجاز جندرانو يبر توكيد مجاز الأبو سيساي مثلا جاء زيد جن يا زيد ورقان جنان وبتمو ميشان ساو بتمو كن إيه ميشان في ورقان كوا دي مال بتوجبتي نوافذ جاسوس نيو جاسوس نيو hasoini kana duba dunya kadri jira نجري hasoini namni birato ko erga fide إيه erga abba erga sini do heyi ammo إيه إسرائيل فين جتو وليس نفسه خني نفسه سانتي جاسوس صار في تشوفون يا إسرائيل في دين النتي صار في تشوفون وله ألفاظ معلومة تحفظ ولا يقاس عليها ألفاظ أخرى وهو النفس والعين ويؤكد بهما لرفع توهم الإسناد إلى غير المتبوع ألا ترى أن قولك جاء زيد ظاهر في نسبة المجيء إلى زيد ويحتمل لأن يكون الجاء خبره أو متاعه أو غير ذلك بارتكاب مجاز فإذا أتيت بالنفس والعين المعبر بهما عنها وقلت جاء زيد نفسه أي عينه ارتفاع ذلك الاحتمال المجازي وثبت الفعل لحقيقة المؤكد وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا وهذه يؤكد بها لرفع توهم الخصوص بما ظاهره العموم خاصي وان ظاهر عموماتي فإنك إذا قلت جاء أهل مكة احتمل مجيء الكل وهو ظاهر بكذا فين ملتا ظاهر واحتمل مجيء علمائهم وأشرافهم فإذا أتيت بما ظاهره العموم بقولك كلهم أو جميعهم أو عامتهم ارتفاع ذلك الاحتمال المجازي ولمن المراد لم يتكلم منهم أحد وكذا إذا قلت جاء الزيدان كلاهما أو الهندان كلتاهما أفاد كلا في كلتان رفعت من جاء أحد الزيدين أو أحد المرأتين والتوكيد بجميع وعامة غريب والتوكيد بجميع نكدون وعامة لفظ عامة نكدون غريب أي نادر جندو إلا أن المصنف تبي ابن مالك فذكرهما لأن ابن مالك ذكر في التسهيل لأنه يؤكد بكل منهما فيقال جاء القوم أجمعهم أو عامتهم كما يقال جاءوا كلهم والمعنى واحد وفي الإصحاح أن المبرد يفسر عامة بأكثره عمان فسر بأكثره لا بجميع تفسر وأنه خالف سيبويه في ذلك فهذا يكون بدل كل لا توكيدا ويفيد تخصيصا لا تعميما والتاء فيما بمنزلتها في نافلة فتصله مع المذكر والمؤنث انتهى والله أعلم. تجينا نبلو جدا نبلو